السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور خالد البربري، وده الدرس الرابع من دورة تعليم التداول للمبتدئين. طيب، النهاردة هنتكلم عن نشأة سوق الفوركس. السوق ده بدأ ازاي؟ مين اللي اخترعه؟ يعني هو الناس كانت بتبيع وتشتري من زمان، احنا فاهمين الكلام ده، بس احنا وصلنا ازاي للمرحلة اللي احنا فيها النهاردة ان احنا ماسكين تليفوناتنا وبندوس بيع وشراء كده وبنكسب؟ ازاي الكلام ده؟ ايه اساسه بقى؟ الدرس ده هيقابلك شوية معلومات اقتصادية كده وحاجات بقى كانت دايما بتيجي في دماغنا كده واحنا صغيرين وبتاع. فالدرس ده لذيذ، مفهوش معلومات كتير تكنيكال، ولكن في معلومات مهم ان انت تعرفها هتفرق معاك كتير جدا في فهمك بعد كده لحاجات هناخدها مع بعض ان شاء الله. طيب، في عندنا في سنة 1944 اتفاقية اسمها اتفاقية بريتن وودز. في سنة 1944 في فندق اسمه ماونت في نيو هامبشير بأمريكا حصل المؤتمر اللي احنا بنقول عليه اسمه بريتن وودز ده، وحضروا ممثلين ل 44 دولة في الوقت ده. طيب، المؤتمر ده اتعمل ليه؟ بكل بساطة اتعمل عشان كان ليهم أهداف إن هم يحافظوا على قيمة العملات في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار. يعني ايه؟ يعني من الآخر كده يخلوا إن العملة الرئيسية الأساسية هي الدولار قصاد كل العملات. يعني حضرتك بالبلدي كده عايز تشتري عملة دولة، عملة كوريا مثلا، مش عارف عملتهم ايه، وانت راجل في بلد في افريقيا عملتك مثلا الريال الزيمبابوي مثلا. هل ينفع تحول من ده لده على طول؟ لا، لازم تحول من العملة بتاعتك انت للدولار، وبعدين من الدولار للكوري. ليه؟ لان الدولار هو المصدر، الا بقى لو انت مقابل شخص على طول وبتبدل له يدا بيد كده بين العملتين. لكن لو انت هتروح بنك او كذا مفيش المعامله دي، ما بتحصلش. لازم تعمل ايه؟ تحول لدولار، ومن دولار للعمله اللي انت عايزها بتاعت كوريا او اي بلد مثلا. هو دي الفكره، ان هم كانوا عايزين يخلوا الدولار طبعا هو المسيطر، وهو هو الجوكر بتاع كل العملات، باعتبار ان ده هيعمل تنظيم واستقرار في سوق العملات يعني، وهكذا. طبعا احنا فاهمين القصه كلها، وامريكا طبعا بتعمل كده ليه. طيب، ايه النتائج بقى من المؤتمر ده؟ ايه اللي حصل؟ والله عملوا الدولار عمله مرجعيه لكل العملات زي ما احنا قلنا، خلاص اتوافق على الكلام ده، وانشأوا صندوق النقد الدولي. وطبعا احنا هنا في مصر خلاص عرفنا بقى القصه بتاعت صندوق النقد الدولي ده، وبقينا نحبه. يعني بقينا نسمع كلمه بتاعت صندوق النقد الدولي ده بنخاف. وانت لو دورت يعني خد كلمه صندوق النقد الدولي ده ودور عليها كده على النت وافهم عنه معلومات اكتر، هتعرف هو ده اللي بيسلف الدول يعني. صندوق النقد الدولي ده اللي بيسلف الدوله. تمام. طيب، وانشاء المصرف الدولي للانشاء والتعمير. ما علينا، دي كانت النتائج بتاعه المؤتمر ده. طيب، وفضل الموضوع ده ماشي عادي جدا ولحد ما وصلنا لسنة 1970. قبل ما نبدأ نشرح الكلام ده خلينا أقول لك حاجة كده كانت بتيجي في دماغنا كلنا وإحنا صغيرين. هو ليه إحنا دلوقتي مثلا مزنوقين في فلوس وعايزين وعندنا وعلينا وعلينا وعلينا؟ ليه ما نطبعش فلوس كتير؟ نطبع جنيهات ومتينات وخمسميات ونطبع أوراق كتير جدا ويبقى الناس كلها أغنياء وتبقى الدنيا حلوة. كلنا وإحنا صغيرين فكرنا طبعا التفكير ده. ليه؟ لان ببساطه الموضوع بتاع الفلوس ده، الفلوس في حد ذاتها ما كانش ليها قيمه، او هي ملهاش قيمه. الورق في حد ذاته ملوش قيمه. الفلوس دي جت ازاي اصلا؟ نرجع بالتاريخ لورا كده، زمان زمان خالص، يعني من قبل بقى من 5000 سنه و3000 سنه، كانت الناس بتتعامل مع بعض بحاجه اسمها المقايضه. انت هتديني سلعه، انا هديك سلعه تانية قصادها. هتديني بيض، هديك فراخ، هتديني لحمه، هديك كذا. تشوف على حسب كل واحد بقى عنده السلعه اللي معاه. وفضل الموضوع ده ماشي سنين كتير جدا لحد ما بدأ يظهر مشاكل، زي مثلا ان انا عندي سلعه واحده، وانت عندك سلعه واحده مثلا، انت متخصص في السلعه دي. طب انا عايز حاجه تاني منك، يعني انت مثلا راجل متخصص بتبيع لبن مثلا، وانا معايا فراخ. طب لا، انت عايز لحمه، انا نعمل ايه دلوقتي؟ نقعد بقى نبدل، نجيب طرف ثالث. فالموضوع ما كانش احسن حاجه، وبعدين النسبه والتناسب ما كانتش مظبوطه. انت بناء على ايه قيمت ده قصاد ده؟ المهم الناس اتطورت وبداوا يكتشفوا المعادن، فاكتشفوا الذهب. فلقوا الذهب ده حلو وجميل واصفر وجميل وما بيصديش، وشكله كده مش موجود كتير ونادر. فليه ما نعملش الذهب ده هو العمله،
هو الحاجه اللي احنا نتبادل بيها. يعني انت هتديني فراخ هديك حبه ذهب، هتديني لحمه هديك حبه ذهب، وهكذا. فضلوا ماشيين بالموضوع ده فتره طويله جدا، وكان موضوع حلو جدا وجميل، لحد برضه ما بدا يظهر له مشاكل زي ايه، زي ان الذهب صعب التجزئه. يعني انت دلوقتي اشتريت مثلا، بدل ما تاخد مني 100 بيضه خدت بيضتين بس، طب هيكسر لك حته ذهب ولا ايه؟ مش هينفع. واحد مثلا راح يشتري، عايز يشتري ارض ولا يشتري بيت، خلينا نتخيلها مع بعض، فتمنها مثلا 10 كيلو ذهب، هتلاقيه تخيل بقى ماشي كده ب 10 كيلو ذهب على في شنطه ورا ظهره. فطبعا الموضوع يعني ليه ايه، عيوب زي ما ليه مميزات. فقال لك طب خلاص احنا نبدا نعمل ايه، نجزأ الذهب ده، نعمل صك للعمله، يعني نخلي الذهب ده على صوره عملات، والعملات دي تبقى فئات، وكل بلد ليها عمله وهكذا. والقصه اللي احنا خدناها زمان في الدراسات دي بتاعت اول ما نصك العمله، مش عارف بلد اسمها ليديا ولا كانت اسمها ايه، يعني ما علينا. وفضلنا ماشيين كده. فمن الاخر يا جماعه، هي القيمه فين؟ القيمه في الذهب. ليه؟ لانه حاجه نادره. مع الوقت صك العمله ده، بدل ما كانوا بقى بيعملوا الذهب على طول، يعملوا من الذهب عملات، قال لك طب ما انا اقول لك على فكره، طب ما احنا نجمع الذهب بتاع الناس دي كلها في مكان معين، ونسميه مثلا نسميه البنك، ماشي، وندي لكل شخص ورقه تفيد ان هو معاه كميه ذهب معينه هو شايلها في البنك. يعني ايه؟ يعني والله انا راجل معايا 10 كيلو دهب، فانا هروح المكان اللي احنا نخزن فيه، اللي احنا سميناه بعد كده البنك ده، خزينه الدوله بقى ايا كان، الراجل الامين ده اللي هيشيل لي الذهب، وهيديني ورقه فيها ان والله خالد البربري يملك 10 كيلو دهب، وانا امشي بالورقه دي، الصك ده، الورقه الفاتوره دي امشي بيها. رحت لمحمد عايز اشتري منه عقار، العقار ده بكام؟ ب 10 كيلو دهب، اروح انا مديله الورقه دي وامديله عليها ولا ايا كان بقى، وهو كده بقى يملك ال 10 كيلو دهب. ايه اللي يحصل؟ زي الشيك كده، هو ياخد الورقه دي في اي وقت، يروح المكان اللي متخزن فيه الذهب اللي هو بقى اسمه بنك، تمام، يديله الورقه يديلك الايه، الذهب. خلاص. وفضلنا ماشيين كده لحد هذه السنه الرائعه 1970. معلش طولت عليك في القصه، ولكن عشان تفهم اللي احنا نقوله دلوقتي، وتفهم بقى العالم ده اتغير في ثانيه كده ازاي. اللي قدامك في الصوره ده رئيس امريكا في السبعينات اسمه ريتشارد نيكسون. الراجل ده كان في وقت في السبعينات كان في حرب اسمها حرب فيتنام، فكان مزنوق في شويه فلوس كده، فقال لك طب ما انا اعمل بقى ايه، حركه في منتهى الذكاء. المفروض ان اي واحد في الدوله في اي وقت يقدر يجي ياخد الذهب من خزينه الدوله، ومصر كان الكلام كده، وكل الدول كده. يعني مصر اصلا في وقت من الاوقات كان الجنيه الورق اغلى من الجنيه الذهب. اللي ممكن تسال حد قديم شويه، او لو ربنا يديهم الصحه بقى، لو حد لسه عايش من الثلاثينات مثلا بتاعت القرن اللي فات، هيقول لك الكلام ده، او اسال هتلاقيه سمع ابوك مثلا او كده، هتلاقيه سمع القصص دي. طيب الراجل ده جه عمل ايه بقى؟ قال لك انا هعمل حاجه كده حلوه. اعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها رفع الغطاء النقدي عن الدولار. يعني ايه؟ يعني راح للبنوك قال لهم بصوا يا جماعه، اي حد يجي يقول لك خد الورقه دي او الصك ده او ده واديني الذهب بتاعي، قول له لا ما عندناش. يعني ايه؟ قول له يعني احنا فصلنا الدولار عن الذهب، يعني احنا بنطبع براحتنا وانت مالكش ذهب عندنا كده. طب ده ايه بقى؟ مش عارف، هو ده الرئيس قرر كده وعمل كده، ماشي. هو عمل فك ارتباط ما بين الدولار وما بين القيمه اللي الدولار بيستمد منها قيمته اصلا، او اي عمله اللي هو الذهب. خلاص. وطبعا فك برضو الارتباط ما بين عملات اوروبا واليابان في الوقت ده. خلاص كده. طيب ايه اللي حصل بعد الموضوع ده؟ ناهيك بقى عن اول، يعني في قصه كده بتقول ان اول موظف بنك قال كده لشخص قتلوه او حاجه كده. ايه طبعا عملات اوروبا واليابان ايه، اتاثرت كتير جدا بالقرار ده، والدولار برضو اتاثر، والناس بقى عملت مشاكل كبيره، وان ازاي انا كده فلوسي راحت. لان انت دلوقتي تخيل معاك المفروض 10 كيلو دهب، ما بقاش معاك 10 كيلو دهب، ومعاك مثلا مليون دولار، والدوله عماله تطبع. ففي مليون دولار معاك النهارده من اصل مثلا 10 مليون موجودين اوفرول، بكره راحوا طابعين 10 مليون تاني، فانت كان معاك مليون من 10، لا دلوقتي معاك مليون من 20. فده معناه ايه يا جماعه؟ معناه تضخم. هو ده مفهوم التضخم. عشان كده ما ينفعش نقعد نطبع ورق وخلاص، لان انت هتطبع ورق اكتر، هتروح تشتري حاجه يقول لك لا الورقه ما بقتش تجيب حاجه، هيبقوا ورقتين، هيبقوا 4، هيبقوا 50. فالفلوس اللي حضرتك مخزنها كورق قيمتها عماله بتقل، لان هي مش متغطيه بغطاء من الذهب.
فمش مستمده قيمتها من كده. امال بقى الدولار مستمد قيمته منين؟ مستمد قيمته من الاقتصاد الامريكي، من ان هي دوله قويه اقتصاديا وعسكريا وهكذا، واحنا طبعا فاهمين الكلام ده كله. لكن هي اصلا اكتر دوله في العالم عليها ديون، ان هي بتطبع وشغاله والدنيا زي الفل. تمام. ده كان قرار الولايات المتحده في سنه 1970، والحادثه المشهوره بحادثه نيكسون، او اول تعويمه في التاريخ، هي دي التعويمه. تمام. طيب، فقبل 1970 كان بيتم طباعه العملات وفق ما تملكه الدوله من ذهب. بعد 1970 بقت العمله بتتحدد من قبل الحكومه قيمتها، سعر الصرف بيتحدد بناء على العرض والطلب، وربط العملات، ربط بعض عملات الدول الخليج بعملات اجنبيه. وشويه بقت دول الخليج بتربط العملات بتاعتها بالنفط وهكذا عشان يفضل فيه غطاء نقدي. عشان كده دايما او احيانا تلاقي دول اقتصادها مش قوي قوي، يكون عندها نفط او كده، زي مثلا الكويت، وعملتها اقوى عمله في العالم، اللي هم محافظين على الارتباط ما بين قيمه العمله وما بين وطباعه العمله، طبعا ما بيطبعوش وخلاص، وما بين ما عندهم بقى من ذهب او بترول. عندنا مفهومين محتاجين نفهمهم، وهو قوه العمله وسعر العملة. في فرق ما بين قوة العملة وسعر العملة. قوة العملة بتيجي منين؟ من الاحتياطي النقدي للدولة، من احتياطي الذهب اللي موجود في الدولة، من قوة اقتصاد الدولة دي. يعني الدولار قوي مش عشان هو سعره عالي، هو الدولار قوي عشان اقتصاد الدولة بتاعته والفائض بتاعها من الذهب والاحتياطي النقدي بتاعها واحتياطي البترول وهكذا قوي. تمام. وقيمة الصادرات إلى الواردات. طيب، سعر العملة بيتحدد بناء على العرض والطلب. فممكن تلاقي عملة عليها طلب كتير جدا فتلاقي سعرها بيزيد، لكن الدولة بتاعتها مش أقوى حاجة. ماشي. ده الفرق ما بين قوة العملة وما بين سعر العملة. فقيمة العملة لا تعبر بالضرورة عن قوة الاقتصاد. ده المفهوم اللي احنا كنا بنعمله، زي ما كنا بنقول كده ان الكويت عملة مرتفعة لكن اقتصادها مش قوي قوي، اقتصاد الكويت مش قوي قوي. والدولة اللي بتعتمد على الاستيراد دايما بتخدمها ان العملة بتاعتها تكون سعرها مرتفع. ليه؟ عشان تعرف تشتري اكتر. لكن عندك دولة زي الصين مثلا، دولة الصين سعر عملتها قليل لكن اقتصادها تاني اقوى اقتصاد في العالم، اذا ما كانش بقى اقوى واحد دلوقتي يعني. ماشي. فدي دولة بتعتمد على التصدير. فطبعا فكرة ان العملة بتاعتها تبقى سعرها قليل دي بتخدمها. ليه؟ عشان تعرف تصدر اكتر، العمالة تبقى رخيصة وهكذا. تمام. اوكي، كده احنا خلصنا الدرس الرابع مع بعض. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نكمل تفاصيل اكتر، ونبدأ نخش بقى في المصطلحات ومين هم اللي بيتعاملوا في سوق الفوركس وهكذا، وهنحتاج ايه عشان نشتغل في السوق ده. احنا كده خلصنا الاساسيات. احنا عرفنا ايه هو التداول، عرفنا ايه هو الاسواق بشكل عام، وعرفنا ان عندنا بقى لما بنتداول على اصول مالية بنسميها اسواق مالية، وعرفنا الانواع بتاعتها، وعرفنا ايه الصح فيها وايه الغلط اللي ممكن نتداول فيه. ايه الفرق ما بين سوق الفوركس وباقي الاسواق التانية. انا بعمل لكم سمرايزيشن كده او مراجعة سريعة عشان تبقى مراجع معايا وعارف احنا خدنا ايه لحد دلوقتي. وعرفنا سوق الفوركس ويعني ايه هو تفاصيله، ومين اللي بيشتغل مين بيشتغل في السوق ده، وعرفنا المميزات بتاعته، وعرفنا برضو تفاصيله بدأ ازاي، والعملة دي ايه هي قيمتها بتيجي ازاي، وايه الفرق بين سعر العملة وقوة العملة. وعرفنا برضو موضوع التعويم. انت دلوقتي عرفت كلمة التعويم دي معناها ايه، عرفت اللي حصل في التاريخ ايه، عرفت اصلا التبادل او ده اتبدل ازاي من ان احنا كنا بنشتغل بالتبادل كده لان بقى عندنا ورق. فهمنا كل الكلام ده. اتمنى تكونوا استفدتوا لحد دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.